معانا الأستاذ ماهر فرغلي الباحث في شؤون الحركات الجماعات الإسلامية. أستاذ ماهر صباح الخير. اهلا بحضرتك. صباح الخير يا استاذ احمد. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك شايف المشهد ده ازاي الاول؟ بدايه انا عاوز اقول حاجه، هو داعش بتتمدد، داعش مش بتنكمش، يعني ده واحد. اتنين، داعش عملت محطه بديله للارض الموجوده فيها في العراق، يعني في محطه بديله للرقه وللموصل اتعملت في ليبيا. نعم. في سيرت وامبارح عملوا هجوم على مصراته. صحيح. فهنا ونقلوا كمان قيادات التنظيم من العراق وسوريا، نقلوهم الى ليبيا، يعني تم نقل الرجل الثاني في تنظيم داعش اللي هو ابو علي الانباري، وده سوري، وده راجل اللي ماسك الامن، اللجنه الامنيه في التنظيم نفسه تم نقله الى سيرت. وهناك معلومات يعني شبه مؤكده من مصادر استخباراتيه ان ابو بكر البغدادي تم نقله الى ليبيا. أن أبو بكر يعني البغدادي تم نقله إلى لا تاني ما يعديش ده عادي كده يا أستاذ ماهر. أن طبعا أنت بتتكلم على بحار وبتتكلم على دول عدى منها، في هنا مؤامرات كبيرة جدا، مؤامرات حقيقية. بس هل الخبر ده مؤكد أن أبو بكر البغدادي أصبح الآن في ليبيا؟ الخبر ده احنا انفردنا به في مصر، وتم والديلي ميل البريطانية نشرته أيضا، وصحف كثيرة جدا أمريكية تم نشره، يعني في خلال هذا الأسبوع تم تداول الخبر تداول كبير، يعني هو بنسبة 90% موجود في ليبيا. تمام.